السلام عليكم. أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث في نزال المقاتل المغربي الشهير بدر هاري مع خصمه البلغاري النكرة أوكو يورجندال، وكيف تمكن خصم بدر من اصطياده والقضاء عليه بلا رحمة بعد أن حطم جسده وأرجله. فتابعوا معنا، ولا تنسوا الاشتراك بصفحتنا على فيسبوك ليصلكم كل جديد. أقيم أمس النزال الذي كانت جميع جماهير الكيك بوكسينج حول العالم بانتظاره، وهو نزال عودة المقاتل المغربي بدر هاري إلى الحلبة مجددا، وقد كان ذلك ضد مقاتل بلغاري مغمور لا أحد يعرف به. وكان بدر في قمة الحماس والاستعداد للعودة إلى سكة الانتصارات والتي جافته منذ 8 سنوات. والحقيقة أنه كان من الواضح أن منظمة جلوري ترغب بفوز بدر بأي شكل كان، ولذلك فقد اختارت له نزالا سهلا ضد مقاتل مغمور لكي تسهل أمر الفوز عليه. وأخيرا حان الوقت المنتظر، ودخل كل من بدر وأوكو إلى الحلبة، وعيني بدر مليئة بالغضب والوعيد لخصمه. وأما أوكو فقد كان واثقا من نفسه بشكل غريب أيضا. وما إن أعلن الحكم بدء النزال حتى اتجه بدر إلى خصمه وبدأ بتسديد اللكمات القاتلة له بلا توقف، وتمكن من إصابته بعدة ضربات قوية جعلت الجماهير تظن أن النزال سيكون للبطل المغربي لا محالة. ولكن يبدو أن ذلك الأمر أصبح حلما صعب المنال، فما هي إلا دقائق فقط حتى تمكن أوكو من تسديد لكمة يمينية مرعبة لبدر أسقطته أرضا لشدة قوتها. وقد استغل أوكو تهور بدر واندفاعه، وقام باصطياده بلكمة وضع فيها كل قوته. ولحسن الحظ فقد نهض بدر عن الأرض بسرعة ليعود للنزال، ولكن أوكو عاجله بمجموعة لكمات مباشرة أسقطته أرضا من جديد. وبدأ الحكم بالعد له مجددا، فعاد بدر لإكمال النزال، وهنا انتهت الجولة الأولى. وفي الجولة الثانية كان على بدر أن يظهر تفوقا كبيرا إن أراد استدراك نفسه والفوز بالنزال، ولكن لم ينجح بإسقاطه أرضا، بل على العكس تماما، فقد كان يوكو هو من أسقط بدر أرضا بعد أن قام بتسديد ركلاته المنخفضة لقدمي بدر، وثم انقض عليه بلكمة خاطفة أسقطته أرضا مجددا. فنهض بدر وعاد للنزال، وما هي إلا ثوان فقط حتى بدأ يعرج ورفع يده للحكم مشيرا إلى عدم قدرته على الإكمال وانسحابه من النزال. وهكذا تمكن المقاتل البلغاري المغمور والذي يعد نكرة أمام بدر هاري من القضاء على بدر والانتصار بكل جدارة، ليعمق بذلك جراح الأسطورة المغربية ويضيف خيبة جديدة إلى جماهيره التي لم تعد قلوبها تتحمل المزيد من النكسات وخيبات الأمل. فماذا تظنون أن على بدر أن يفعل الآن؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع، ودمتم بأمان الله.